جريمة بشعة بشعة في إنا أب وأنا مش عارفة إزاي ده ممكن يتقال عليه أب يتجرد من كل مشاعر الإنسانية. هنقول مش ناحية بنته، ناحية لو كلب بيربيه مش هيعمل معاه اللي عمله مع بنته. يحبس بنته اسمها سارة، الحادثة دي حصلت في إنا يا جماعة. حبسها في الأوضة لمدة سنة، وكبلها بالسلاسل، عمل لها حفرة في الأوضة عشان تعمل فيها حمام، وموتها بالبطيء. يعني منع عنها الأكل والشرب في آخر شهر لغاية أما جسمها خلاص ضعف لدرجة إنها مش قادرة تقاوم الجوع. لما الطب الشرعي شرح الجثة لقوا إنه بطنها متعفنة من قلة الأكل، بطنها فيها تعفن من قلة الأكل. يعني أنت لو بتربي كلب، لو أنت خسارة يتقال عليك أب. لو بتربي كلب هيصعب عليك وتأكله، ودي بنتك، لحمك، حتة منك. هو ليه الأب والأم لما بينفصلوا بيطلقوا العيال كمان؟ يعني هو لا عايز بنته، يعني فضل يعذب فيها وحبسها في الأوضة لغاية ما ماتت، والأم اللي اتطلقت من جوزها ما بتسألش ببنتها ولا بتعرف حصل لها ايه، ولا سنة بحالها ما تعرفيش بنتك حصل لها ايه، سنة بحالها ما تسأليش على بنتك. لا خلان ولا عمام ولا أخ، سواء شققة أو غير شققة، حاولوا يسألوا على البنت اللي ما شافوهاش من سنة. وفي منهم اللي شافها بتتعذب وما فكرش انه يجرؤ انه يفك أسرها او انه ينقذها من المصير اللي هي فيه. انت الشنق شوية عليك. بقول لكل واحد اب او ام اتطلقوا، ارجوكم ما تطلقوش عيالكم معاكم، ما تطلقوش عيالكم مالهمش ذنب. يعني هقول ايه في الاخر؟ يعني منك لله وحسب الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. يا رب ما تشوف خير لا في الدنيا ولا في الاخره.